في زحمة هذا العالم نركض كثيرا خلف كل شيء. نريد أن نكون الأفضل في العمل، الأجمل في نظر الآخرين، الأذكى في كل حوار. نريد أن نثبت لأنفسنا وللعالم أننا استثنائيون، ومع ذلك نزداد إنهاكا يوما بعد يوم، كأننا في سباق طويل لا نعرف له خط نهاية. لكن مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة يهمس لنا بالحقيقة التي نهرب منها: لسنا مجبرين على أن نهتم بكل شيء. نحن بحاجة إلى أن نختار بوعي وهدوء ما يستحق أن نحمله على عاتقنا، وأن نترك البقية تسقط خلفنا دون ندم. الحياة بطبيعتها قاسية، والمشاكل جزء منها. لسنا مطالبين أن نهرب من المعاناة، بل أن نحدد نوع المعاناة التي تقودنا إلى ما نحب. هناك تعب لذيذ نحمله برضا، كالسهر من أجل حلم، أو الصبر من أجل علاقة عميقة، أو الجهد من أجل عمل نؤمن به. الألم في هذه الحالة ليس عدوا، بل هو وجه آخر للمعنى. وما لم نتحمل مسؤولية أنفسنا، سنبقى عالقين في دور الضحية. قد لا نختار الظروف التي ولدنا فيها، لكننا نملك دوما أن نختار كيف نواجهها. هنا تكمن قوتنا، في رد فعلنا، في وعينا، في شجاعتنا أن نقول: أنا مسؤول عن نفسي. لكن المشكلة الأكبر أن كثيرا منا يعيش بقيم زائفة. نقيس نجاحنا بما يصفق له الآخرون، أو بما نعرضه على شاشات صغيرة. وما أن يتوقف التصفيق حتى نشعر بالفراغ. القيم الحقيقية أعمق وأهدأ: الصدق، الحرية، الوفاء، احترام النفس. هذه القيم لا تنكسر ولا تزول بزوال الناس. والأجمل أن ندرك أننا لسنا استثنائيين كما يوهمنا العالم. نحن بشر عاديون، نخطئ ونصيب، ننجح ونسقط، نضحك ونبكي. الاعتراف بعاديتنا لا يقلل من قيمتنا، بل يحررنا من ثقل الادعاء. يكفينا أن نعيش ببساطة وصدق، فهذا وحده كاف ليجعل لحياتنا معنى. وفي وسط كل هذا، نحتاج أن نتعلم قول لا. ليست كل الطرق تستحق أن نمشيها، ولا كل الدعوات تستحق أن نلبيها. لا، أحيانا أجمل هدية نهديها لأنفسنا، لأنها تحفظ لنا وقتنا لما يستحق، وتحمينا من الضياع فيما لا يهم. وفي النهاية، الموت حاضر دائما، مهما حاولنا تجاهله. التفكير فيه لا يحبطنا، بل يجعلنا أكثر صدقا مع الحياة. حين نتذكر أننا عابرون، نتصالح مع أنفسنا، نصير أقل جشعا وأكثر امتنانا، ونمنح أيامنا قيمة لا يمكن للوقت أن يسلبها. فن اللامبالاة ليس أن نتوقف عن الاهتمام، بل أن نتعلم كيف نهتم بما يستحق فقط. أن نعيش ببساطة، نحب بصدق، نختار معاركنا بعقل، ونعبر هذه الحياة بخفة، تاركين وراءنا الضجيج كله. تحياتي محمد السامعي.